خلينا نستعرض مع بعضينا بعض العناوين بعيدة عن كاس العالم. طبعا دلوقتي لا صوت يعلو فوق صوت كاس العالم، ولكن معانا بعض من الاخبار خليني اقولها لكم كده في السريع. اول خبر معانا عن النادي الاهلي، طبعا كولر، مارسيل كولر بيرصد مكافأة لأكتر لاعب يحرز أهداف من ضربات حرة من حوالين منطقة الجزاء في التدريبات. كولر بيحاول يطور موضوع الضربات الحرة وضربات الراس المهاجمين. كولر شغال شغل كويس جدا وماشي بخطى ثابته لرفع كفاءه لاعيبه النادي الاهلي. الخبر الثاني، لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتقول لكولر ان احنا مش محتاجين اي صفقات في الميركاتو اللي جاي، ميركاتو يناير، خصوصا بعد عوده كهربا وبيرسي تاو وعمار حمدي. كولر بيرفض الكلام ده وبيقول طبعا محتاجين صفقات، وبيصمم على ان هو محتاج جناح شمال ومهاجم تحت السن اجنبي، وعلى ما اعتقد بشكل كبير هو فوفانا. عايز اقول لك كمان ان خزينه النادي الاهلي بتنتعش ب 200 مليون جنيه من الراعي اتصالات. عايز اقول لك ان معايا خبر بيقول ان في حاله خساره الزمالك امام المصري 26 الشهر الجاري هيتم الاطاحه بفريرا، وده اللي هنشوفه الايام اللي جايه. نرجع لكاس العالم تاني. الاتحاد الدولي الفيفا بيمنع اي منتخب وعلى راسهم منتخب انجلترا من ارتداء اشاره الشواذ. قطر بتطلب والفيفا بينفذ. عايز اقول لك كمان النادي الاهلي بيستعد بقوه للمباراه القادمه يوم 27 امام المقاولين في كاس مصر. عايز اقول لك ان احنا مطالبين بالحفاظ او بالفوز بالكاس ده عشان يبقى لنا مقعد في مباراه السوبر اللي جايه. لو الاهلي لا قدر الله ما قدرش ان هو يفوز بكاس مصر مش هيبقى موجود في السوبر. دي كانت بعض الاخبار عندنا محليا عن النادي الاهلي وبعض المقتطفات من كاس العالم. بالتوفيق النهارده للسنغال، وبالتوفيق في البطوله دي لكل المنتخبات العربيه المشاركه، قطر، تونس، السعوديه، المغرب. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتابعونا، هنبقى معاكم اول باول سواء اخبار محليه او اخبار عالميه. معانا كابتن خالد خليل، كابتن زيدان، وانا هكون معاكم هاني من فريق كرة مشكل. وبس كده، سلام.